عمرك سألت نفسك يعني ايه كونكريت؟ وليه الناس بدأت تتجه للشغل فيه الفترة الأخيرة؟ النهارده هقول لك على كل الخامات المستخدمة للشغل، وكمان هل ينفع الكونكريت يبقى مصدر دخل ثابت ولا لا؟ ازيكم يا جماعة؟ دايما بخير وسعادة. كونكريت معناها خرسانة أو الأسمنت المسلح في مجال البناء. طيب ليه بنسمي شغلنا بالكونكريت؟ لأننا بنستخدم الفكرة الأساسية لمواد البناء، وهي الباودر، المية، إضافات، صب في قوالب، تشطيب وتلوين، وهكذا. يعني الفكرة جاية من نفس فكرة مواد البناء لكن بشكل فني وديكوري أكتر. يلا بينا نتعرف على خامات شغل الكونكريت كلها. وأول حاجة معانا الباودر، وطبعا في منه أنواع كتير جدا، جبس، أسمنت، لكن احنا بنستخدم باودر ماربلينو، ودي مادة خاصة بينا ومن تصنيعنا. تاني حاجة معانا طبعا قوالب سيليكون باختلاف أشكالها وأحجامها، وطبعا بيختلف السعر ما بين القالب والتاني. تمام. العنصر الأساسي معانا لضبط النسب الميزان، لازم وشرط أساسي يكون عندك ميزان عشان نقدر نوزن الباودر مع المية نطلع القطعة كويسة جدا. تمام. طبعا معانا كوباية ومعلقة للتقليب، ومعانا كحول. طب ايه لازمه الكحول؟ الكحول عشان فقاعات الهواء او البابلز نقدر نخرجها بسهوله من القطعه ما تطلعش مخرمه. يلا بينا نتعرف على الخامات المستخدمه في تلوين وتزيين القطع. معانا الوان اكريليك، طبعا في منها الوان كتير على حسب انت حابب تستخدم ايه. ابيض بلاستيك بنستخدمه لتخفيف اللون والدهان على القطعه. ورنيش مائي بنستخدمه لتلميع القطعه، ندي طبقه لمعه وعزل للقطعه. مركزات الالوان معانا طبعا كذا شركه، دي بريمو كات وجي ال سي، وفي طبعا انواع كتير تاني في السوق. دي بيجي بالوان كتير بنقدر نستخدمها مع البلاستيك الابيض ونلون بيها القطعه. معانا صنفره ناعمه وخشنه بنستخدمها في صنفره القطعه عشان نخليها ناعمه وما فيهاش اي زيادات. وطبعا الاهم معانا فرش، لازم تكون الفرش ناعمه، ويفضل تبقى فرش ميكro عشان بتبقى ناعمه. طيب الفرش التانية اللي ناعمه بنقدر نجيبها منين؟ من مكاتب فنون جميله، ومش شرط نجيب زي دول، ممكن في انواع تانية كتير انعم واحسن. معانا معجون حوائط، ده بنستخدمه لو القطعه فيها اي ديفو او بابلز بنملأ بيه الفراغات. لون ابيض لؤلؤي، لون ذهبي، ده ذهبي عادي. في معانا هنا ذهبي اسمه تكست، ده في منه ذهبي وفضي وفي منه نحاسي، ده زيتي يعني بيتخفف بتنر او نفط. معانا ده ابيض لاكيه برضو زيتي، يعني برضو زي ما لسه قايلين بيتخفف بتنر ونفط. معانا سحاب مطاط فضي وذهبي، وطبعا بنستخدمهم في التزيين، وان شاء الله هنقول ده في الحلقات اللي جايه. الكراكليه ده بيدي تاثير الترخيم الخارجي وبرده للتزيين، هنتكلم عليه برده ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. معانا ورق ذهب، في منه ذهبي وفضي. معانا الشجر، في منه احجار وصغير، وفي منه مصري ومستورد، اشكال كتير جدا موجوده في السوق. لزق بيه 7000 نقدر نلزق بيه قطعتين لو اتكسر. معانا الفينيل، وفي منه الوان فضي وذهبي واسود، وفي الوان كتير بس دول المتعارف عليهم في المجال عندنا. معانا المباخر واطباق المباخر. معانا قواعد الحمايه بنقدر نلزقها في القطعه من تحت عشان تحافظ عليها. تمام. مش لازم طبعا تبدا بكل ده في الاول، ابدا بالاساسيات واكبر بالتدريج. ليه تشتغل كونكريت؟ ابداع ملوش حدود، دمج الوان، دمج خامات، ترخيم. تاني حاجه تفريغ الطاقه، بيساعدك تملى فراغك وتحس بانجاز رهيب لما تطلع قطعه من صنع ايدك. نيجي للسؤال الاهم، هل فعلا الكونكريت ينفع يبقى مصدر دخل ثابت ولا لا؟ ينفع يبقى مصدر دخل ثابت ومربح كمان، لكن طبعا في عوامل للنجاح ده.
التسعير الصح، التسوير الاحترافي، التسويق بذكاء. لو حابب تتعلم المجال ده خطوة بخطوة من الصب للتسويق تابعني، وإن شاء الله في الحلقة اللي جاية هنتعلم مع بعض إيه الفرق ما بين أنواع البودر وطريقة صبها.